نوديهم الحضانة اللي بيضربوا فيها العيال وبيبهدلوهم. وهي فين الحضانة السحرية دي؟ طبعا تلاقيكي بتعملي دعاية للحضانة بتاعتك. ازاي طفل مش بيعرف يتكلم وعنده سنة ونص نوديه الحضانة؟ ده لو اي حد عمل له اي حاجة مش هيعرف يعبر ولا يحكي. ده بدل ما تعملي فيديو تشجعي فيه الاهالي ان هم يربوا عيالهم، تخليهم يرموا عيالهم في حضانات. كل ما الواد يروح الحضانة يعيا ويقعد في البيت. ازاي بقى يا استاذة الحضانة حل كل المشاكل ان شاء الله؟ تمام، ممكن واحنا بنسمع مع بعض ما يكونش فيه افتراض لسوء النية في اي حاجة احنا بنتكلم فيها. خلونا مع بعض هنرد على كل تعليق لوحده. الام اللي بتقول هو احنا هنودي العيال الحضانة اللي بيضربوا فيها العيال وبيبهدلوهم، هقول لها اكيد احنا مش هنرمي عيالنا الرمية دي، ومعلش نبذل شوية مجهود صغيرين في ان احنا نختار مكان مناسب، ومجهود تاني شوية علشان خاطر نتابع اذا كان المكان ده فعلا كويس ولا لا. والتعليق اللي بيقول ان انا كده بعمل دعاية للحضانة بتاعتي، لا تعليق. اما عن التعليق اللي بيقول انه ازاي نودي طفل عنده سنه ونص الحضانه وهو لو حصلت له اي حاجه او لو تعرض لاي عنف مش هيعرف يعبر، هقول لكم انا رد على الكلام ده بمنتهى التفصيل والدقه في الفيديو بتاع معايير اختيار الحضانه. وعايز اقول لكم على حاجه تانية صغيره، انا ابني شخصيا وديته الحضانه وهو لسه مش بيعرف يتكلم. تعليق تاني بيقول ان انا بشجع الاهالي ان هم يرموا عيالهم في الحضانات بدل ما يربوهم. هرد واقول ان الغرض من الدعوه لدخول الولاد الحضانه مش عشان خاطر الحضانه هي اللي تربي، لا، علشان الحضانه هتخلق روتين لحياه الطفل، والروتين ده له فوائد كتير، وعلشان تاهل الطفل تعليميا ونفسيا لمراحل اهم زي مرحله المدرسه وانترفيو المدرسه، وما ادراك ما انترفيو المدرسه. لو الطفل عنده مشاكل صحيه او مناعته ضعيفه وكل ما بينزل الحضانه بيتعب، لازم بناخد راي الدكتور، واللي هيقوله الدكتور بالنسبه للطفل والاصلح ليه هو اللي هيمشي. اخر تعليق بيقول هو ازاي يعني الحضانه الحل السحري لمشاكل الطفل كلها؟ هرد عليكي في نقط بسيطه وباختصار. لما الطفل بيكون في الحضانه بينام بدري وبيصحى بدري، يعني نومه بينتظم، وده بيؤدي الى ان هو يبذل مجهود ويومه بيبتدي بدري، ولما بيشوف اطفال زيه بيتشجع ونفسه بتتفتح على الاكل. ولو عندنا مشكله في الكلام، هو كده ولا كده بيشوف اطفال بتتكلم حواليه، فممكن ده يشجعه ان هو يتكلم اسرع. ولو بيمسك الموبايل كتير والدكتور كان قايل انه بلاش الموبايل او على الاقل نحدد تعرض للشاشات بتاعه الموبايل والتلفزيون، فلما يروح الحضانه هيعمل انشطه وحاجات مفيده كتير، وبالتالي لما يرجع البيت هيكون مرهق، يا اما يمسك الموبايل حبه قليلين يا اما ينساه اصلا ومش هيمسكه. ولو الطفل بينزل الشارع وبيلعب وبيلقط الفاظ مش تمام، فافيد ان هو يروح الحضانه. لما يكون الام والاب بيشتغلوا الصبح وما عندهمش حد من اهلهم ممكن يقعد بالطفل، يبقى ايه؟ كل ده بيقول ان الحضانه ممكن تكون حل مفيد ومناسب، ولازم لازم لازم نبذل مجهود في اختيار المكان الصح وفي المتابعه. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس تجاربكم مع الحضانات، وهل فعلا فرقت معاكم ولا لا.